بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله ما عندنا ولا طبيخ ولا شيء، حاشارككم ان شاء الله شاي الحليب المجنن المعروف لدى كل السودانيين. طيب بسم الله نبدأ. عندي معلقة من السكر على نار متوسطة او هادئة، نزلتها في حلة لحد ما يتكرمل معاي السكر. والخطوة دي اختيارية جدا، ممكن تلغوها على فكرة وتعملوا بالطريقة التقليدية المعروفة. بعد ما تكرمل معاي السكر بنزل عليه شوية من الحليب طبعا لحد ما يغلي معاي، بخليه على نار هادئة ويوصل معانا المرحلة اللي يتجنن وتطلع ريحته، يوصل للبني او الذهبي. بنزل عليه كمية الحليب، وزي ما قلنا ممكن كمية الحليب اللي عايزينها، زي ما قلنا ممكن نلغي خطوة السكر دي تماما، اختيارية جدا. بنزل عليه الشاي. والسر في الحاجة دي يا جماعة، السر في الحليب المجنن. شاي الحليب المجنن لازم النار تكون دون الوسط، تكون هادئة خالص عشان يطلع معاي طعم الجنان، وإلا الحليب حيفور بسرعة لو النار عالية وخلاص ما بيطلع فيه أي طعم. كده خلاص خليته على نار هادئة خالص وفار معاي، وصل معاي مرحلة الغليان التام. وزي ما شايفين نزلت معلقة صغيرة من السكر عشان هو أصلا فيه نكهة السكر، وبس قدمته. يا رب تعجبكم الطريقة. لو أول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك والشير إذا عجبكم الفيديو، وإن شاء الله يعجبكم. وبالعافية علينا وعليكم.